بص بقى يا صديقي، بيبدأ المسلسل وقت ما جولي راحت لجيم وكان شكلها متغير جدا وشعرها قصير، وبتلاقي أبو بدلة صفرا ده واقف وراهم وبيقول إن اللحن اللي عزفوه كان جميل وإن اللي حصل ده ما كانش لازم يحصل. فجيم بيقول لجولي تهرب بسرعة وبيمسك خشبة وبيحاول يهدده بيها، وبنلاحظ أساسا إنه واقف بالنهار وهما ما بيطلعوش بالنهار. المهم بيقول له أنا قلت لك زمان ما تخليش مراتك تحفر الحفرة، بس أنت بقى عملت مش فاهم وخليتها تكمل. وهوبا عزيزي بيخلص عليه قدام جولي وبتنهار وبتفضل تصرخ، فبيقول لها مش كفايه بقى؟ هنفضل نتقابل كده لحد امتى؟ يا ترى انت جايه من انهي سنه المره دي؟ يعني يا عزيزي هي فعلا جايه من المستقبل، والواد ايثان اثبت الكلام ده لانه قال انها بتتنقل بين القصص براحتها. المهم انه بيقول لها هو ما حدش قالك قبل كده ان طالما القصه اتحكت يبقى ما ينفعش تتغير وبعدها تختفي من قدامه؟ وبعدين ابو بدله صفرا ده بيوجه كلامه لجيم وبيقول له ان اللي جاي ده بقى الجزء المفضل عنده. وبعدين بنشوف عربيه جديده قدام الشجره، وانت كده عرفت عزيزي ايه اللي حصل بالظبط. وفي الناحيه التانيه أليس وكيني مع فاطمه وبتقول لهم انها شافت كل حاجه وان الوحوش ضحوا بعيالهم وانهم كانوا بشر زينا قبل ما يعملوا الصفقه دي، بس للاسف ما كانتش قادره تفتكر مين اللي عملوا معاه الصفقه. وبتنهار وبتقول انها مش قادره تفتكر اكتر من كده. فبيقول كيني لأليس ياخدها ويرجع وهو هينزل ويجيب بويد. ولما بينزل بيلاقي المكان كله ضلمه والدنيا هس هس خالص، وبيفضل ينده عليه وفجاه بيلاقي حد حاطط ايده على بقه وبيطلع في الاخر بويد. وساعتها بيقول له اقفل اللمبه هتفضحنا الله يخرب بيتك. لكن المفاجاه بقى لما بيظهر لهم سمايلي وبيقول له ازيك يا كيني. فبياخد بويد وطيران بيخرجوا من الكهف، وكيني كان مخه بيعمل ايرور ساعتها وحرفيا كان هيتجنن، وبيقول له ازاي ده حصل؟ ده احنا مولعين فيه بايدينا. وساعتها بويد بيقول له اهدى بس، ده اللي فاطمه ولدته وشفته بعناية دول وهو بيكبر، لحد ما وقف وابتسم الابتسامه اللي هتجننا دي. وده يا عزيزي بياكد كلام فاطمه ان فعلا الوحوش عملوا صفقه انهم يعيشوا للابد وما يموتوش، واللي بيموت فيهم بيرجع يتولد تاني من اول وجديد بطريقه زي اللي انتوا شفتوها دي. وبعدين بنشوف كريستي بتقابل دونا وبتقول لها ايه اللي حصل جايباني على ملا وشي ليه. بتتصدم لما بتشوف ساره عندها وبتقول لهم ساره ان الناس بدات ترجع البيت وانها لازم تمشي قبل ما يشوفوها. وبفكرك بقى يا عزيزي ان الناس ما كانتش قادره تسامح ساره وانهم شايفين انها خطر عليهم، وده طبعا لانها حاولت تقتل ايثان قبل كده، غير انها قتلت اخوها، وان الناس ما كانوش قاعدين في البيت عشان كانوا بيدوروا على فاطمه اللي اختفت فجاه. المهم انها فعلا بتمشي وبتدخل الاوضه وبتلاقي اليجين بعين واحده، وبتتصدم اكتر لما دونا بتقول لها ان ساره هي اللي عملت فيه كده بس كان عندها سبب. المهم انها بتقعد علشان تخيط جرح اليجين بمساعده الشرطيه اكوستا. وفي اللحظه دي بنشوف المعلم ابو بدله صفراء وهو بيحفر في الارض وبيطلع شنطه وبياخدها وكان مبسوط جدا. وقدام بقى هنعرف الشنطه دي فيها ايه بالظبط علشان تنبهر وتتفاجئ وتتصدم اكتر من كده بكتير. المهم بويد مع كيني وكان في حاله صدمه وبيطلع صندوق كان شايله في مكان سري، ولما بيساله كيني هتعمل ايه بالرصاص ده كله قال له ان الموضوع بقى صعب وانهم من ساعه ما وصلوا هنا وهو انجاز واحد بس اللي عملوه في حياتهم اللي هو موت سمايلي، بس طبعا رجع من جديد، يعني مفيش اي طريقه ينتصروا بيها على الوحوش دي وان اللي هيموت فيهم هيرجع تاني. وبيقول لكيني يعرف عدد الناس اللي موجوده كام بالظبط علشان قبل ما الوحوش تخلص عليهم بطريقه مش احسن حاجه هم يخلصوا على نفسهم بنفسهم. فبيسكت كيني شويه وبيحس ان كلامه منطقي، وبعدها بيقول له ان عددهم كلهم 47. وفي الوقت ده كانت تابيثا لسه في ذهول من اللي افتكرته ترجع على البيت وعيالها بيندهوا عليها، ولما بتسالهم عن ابوهم جيم قالوا لها هو مش كان معاكي، فبتستغرب انه لسه يعني مرجعش والدنيا قربت تليل والوحوش بتخرج في الليل زي ما انتم عارفين. لكن فجاه بيلاقوا عربيه داخله عليهم بسرعه رهيبه وبتفضل مكمله كده لحد ما بتوصل لعند بويد، وبيطلعوا بسرعه علشان يشوفوا مين الجديد هنا. وساعتها بيلاقوا كاهن مغمى عليه بس ما كانوش عارفين يفتحوا الباب، وكانت بنته جنبه عماله تعيط لانها حرفيا كان فاضل لها شويه صغيره وتودع الحياه. المهم بويد بيبعت حد يجيب عربيه الاسعاف وبيقدر هو وتابيسا يخرجوا البنت وينقذوها، وبتفضل تعيط وبتقول لهم ينقذوا ابوها باي طريقه. وبتوصل عربيه الاسعاف وبتنزل ماريل ومعاها راندل وتطمن انه لسه عايش، وعقبال ما يحاولوا بقى يخرجوه بتروح هي تطمن على صوفيا بنته وبتنهار وبتقول لهم انها عايزه ترجع لامها، وكمان بتطلب منهم انهم ينقذوا ابوها وبتحكي لهم ان جات له فجاه نوبه غريبه وبعد كده راح داخل في المبنى ده. وفعلا بيخرجوه بينقلوه في العربيه، وبيقول كيني لبويد انه هيروح يبات في العياده معاهم وبيقول له يروح هو ويطمن على فاطمه. وتابيتا بتقول لعيالها يرجعوا البيت بس
بس هما كانوا قلقانين على ابوهم علشان خلاص الليل كان قرب يليل. بس بيجي جايد وبينده عليها وبيقول لها انهم المفروض يحكوا للناس اللي عرفوه. قالت له مش هينفع، نحكي ايه ولمين؟ صعب جدا ان حد يصدق، فمش ناقصين لخبطه، كفايه اللي احنا فيه، وان انا وانت بقى لينا زمن بنرجع هنا علشان ننقذ الاطفال الميتين. بعدين قال لها طب دخليني معاكي نتكلم انا وانتي وجيم. وفي الوقت ده بتقول له جيم مش في البيت، فبيستغرب ازاي لسه مرجعش والليل قرب يليل. وبعدين بويد بيروح لبيت دونا وبيقابل اكوستا اللي ما كانتش طايقاه بسبب اللي عمله في اليجين، وبتقول له انه وحش على هيئه بني ادم زي الوحوش اللي بتظهر كده بالظبط، تفضل تديله في كلام زي السم وبتشيله الهم اكتر ما هو شايله. وبعدها بيدخل لدونا وبيقول لها تطلع معاه علشان عايز يقول حاجه لازم تسمعها. وبيطلعوا على فاطمه وساعتها بيحكي لهم على اللي شافه، فبتتصدم فاطمه وبتقول له يعني انا خلفت واحد منهم؟ وساعتها أليس قال لها اكيد لا، قول لها انها فاهم غلط. فبيصدمهم كلهم اكتر وبيقول لهم ان سمايلي رجع تاني وانه جه من بطن فاطمه. ودونا قالت له انت متاكد؟ قال لها ايوه طبعا، وكيني كمان كان شافه. وساعتها بيسألها على اللي شافته، قالت له إنها مش قادرة تفتكر حاجة، بس كل اللي متأكدة منه إن الوحوش دي كانوا بني آدمين، وبعد ما ضحوا بعيالهم عملوا الصفقة وبقوا بالمنظر اللي أنت شايفه ده. ولما بيضغط عليها أكتر علشان تفتكر بتنهار وبتقول لهم إنها عايزة تاخد شاور، وبتفضل تلوم فيهم علشان محدش صدقها قبل كده لما قالت يعني إنها حاسة إن في حاجة بتكبر في بطنها. وبويد كان خلاص فاضل له تكة وينهار خالص، وبيقول لهم إنه تعب وخلاص مش قادر يستحمل تعب من كتر ما هو بيصبر نفسه كل يوم، وبيقول إن كل حاجة هتبقى زي الفل، وانه دايما بيقول لنفسه ان اكيد الاخيار هينتصروا في الاخر، بس للاسف مفيش حاجه بتحصل والوحوش هي اللي مبتسمه طول الوقت. ولما جه يطلع وهو متعصب بتمنعه كريستي وبتقول له انه ما ينفعش حد من الناس يشوفه بالمنظر ده، وده طبعا علشان هم فاضل لهم تكه وينهاروا هم كمان. وفي الوقت ده بيطلب منهم أليس ابنه يسيبوهم مع بعض، وبيفضل يشجع فيه بالكلام وبيقول له ان الناس مستقويه بيه وما ينفعش يشوفوه كده منهار. وساعتها بيقول له لاول مره انه بينهار بجد وانه مش قادر يستحمل اكتر من كده، كل حاجه عملها مش بتجيب نتيجه في الاخر. وبعد كده بنشوف تابيسا وهي واقفه مستنيه جوزها على الباب، وبتجيلها جولي وبتسالها ايه اللي حصل الصبح، بس ما بترضاش تحكي وبتقفل الباب علشان كان خلاص الليل ليل. وفي العياده صوفيا بتسال كيني على التليفون علشان تكلم امها، وبتقول له انها نسيت تليفونها في العربيه وعايزه تكلم امها ضروري، فبيعرفها ان مفيش شبكه في المكان. قالت له انها هتطلع على مكان عالي وتلقط شبكه، وساعتها بيصدمها وبيقول لها ان مفيش شبكه في المدينه كلها، وبيضطر بقى يصدمها اكتر بحياتها اللي خلاص يعتبر انتهت، وبيحكي لها كل حاجه عن الوحوش وكمان التعويذه. وبعدين بنرجع تاني وبنروح لتابيسا، وفجاه بيسمعوا الصوت في المطبخ، ولما بتقوم بتشوف في ايه بتلاقي الحله وقعت على الارض لوحدها. والكارثه بقى يا عزيزي لما بتلاقي الدرج كمان بيفتح وبيقفل لوحده، وبيتصدموا كلهم من اللي بيحصل. وفي نفس الوقت ده صوفيا بتشوف كيني نايم وبتتسحب واحده واحده وبتروح ناحيه ابوها وبتحط ايديها عليه وبتفضل تقول حاجات كده، وفجاه بتقول له فوق، وفعلا يا عزيزي بيفوق، بس ما كانش قادر يتكلم خالص. فبتقول له انه لعب دور كبير قوي، والمفاجاه بقى يا عزيزي لما بنعرف انها ما تبقاش بنته، ومش بس كده دي كمان تبقى الراجل ابو بدله صفرا، واللي كان في الشنطه وقتها كان فستان بناتي ونضاره. وبنشوفه وهو بيتحول لحد ما بقى صوفيا، يعني المعلم قادر يتحول لاي شخصيه هو عايزها ويخش المدينه وقت ما هو عايز. وبنشوف فلاش باك في السريع للي حصل على الطريق، وهي بتوقف الكاهن الغلبان ده وبتقول له انها تايهه، وساعتها هو قال لها وانا زيك بالظبط، وطبعا بياخدها معاه في العربيه عشان يساعدها. وبنرجع تاني وبنشوف انها بتحط ايديها عليه وبيفضل متثبت زي ما هو مش قادر يتكلم ولا يتحرك، وبتقول له ايه بقى؟ ان ده هو جزئي المفضل، نفس جمله الراجل ابو بدله صفرا بالظبط. وبعد كده بتبدأ تخنق فيه، والمعلم ده كده بقى مع السلامة. وبكده بتكون نهاية الحلقة الأولى من مسلسل فروم الجزء الرابع. لو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.